السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سريعا كده هتكلم معاكم عن اصفرار اوراق النبات خصوصا في الشتاء. يعني مثلا ناس بتشتكي بتقول ان معظم اوراق النبات بتصفر، وهل ده طبيعي او لا؟ في ناس بتشتكي يقول لك مسك الليل مثلا وليكن اوراق النبات بتصفر بتاعته وبتقع، هل ده طبيعي او لا؟ كل ده طبيعي خاصة في النباتات الدايمة. تعالوا نتكلم عن نباتات الزينة. مسك الليل مثلا وليكن هو بالمنظر ده كده، بما انه في اوبن اريا ومكان مفتوح فمعظم الاوراق بتبتدي تصفر. طيب هو المفروض احنا هنقلم، بس مش هنقلم دلوقتي. زي مسك الليل مثلا الفل البلدي مش هنقلمهم دلوقتي، هنصبر عليهم شوية وهنقلم في دخلة الربيع في اخر شهر 2. طيب بالنسبة للمعاملة التانية اللي احنا بنعملها، لو في اوراق بتصفر معانا بالشكل ده، احنا بنقص الاوراق الصفراء، بنشيلها خالص من على جسم النبات وبنبتدي ننضف وبنسمد عضوي. يعني انا اتكلمت قبل كده كذا مرة عن موضوع الشتاء. السماد العضوي في الشتاء مهم جدا لانه بيدفي جذور النبات، ودي حاجة مهمة جدا. ده بالنسبة لاصفرار اوراق النبات والتسميد. يبقى انا نباتات الاوراق بتاعتها بتصفر في الشتاء، ده طبيعي، بس المهم ما توقعش كل الاوراق. نبعد النبات عن تيارات الهواء البارده، نسمد عضوي ونرش حشري. طيب بالنسبه للفاكهه، في فاكهه متساقطات اوراق وده طبيعي. يعني وليكن مثلا القشطه، الخوخ، الحاجات دي بتوقع ورقها في الشتاء، وده كل ده طبيعي. لكن نباتات الزينه في اصفرار في الاوراق، انا بشيل الاوراق اللي بتقع، اللي بتصفر وبتقع. كده كده النبات بيمتص منها العصاره وبتقع. في نباتات بتغير لون الورق، ده بيكون بسبب البرد الشديد. بنلاقي الورق ساعات بيحمر، الورق بيصفر وبيقع. نحاول ندفي النبات، نحاول نسمد عضوي. لو مفيش سماد عضوي بنسمد بعلي الفوسفور، وبنبعد النبات عن تيارات الهواء البارده. وبنبتدي ننظم الري. ممنوع زياده الري، ممنوع نزود الري. الري طبعا بيبقى على حسب جفاف عمق التربه، على عمق 3 سم ل 5 سم الاصاصات. ولو نبات في الارض بنحاول ما نرويش كتير، خصوصا لو في امطار. يبقى اصفرار اوراق النبات ده طبيعي، ما نقلقش. نحاول نشيل الاوراق وننظف دايما التربه باستمرار. نحاول نرش حشري كل فتره، والرش المبيد الفطري اساسي لكل النباتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.